عانت الممثلة والمطربة المصرية رجاء عبده، واسمها الحقيقي اعتدال جورج عبد المسيح، من سوء الحظ خلال مشوارها الفني، لأنها على الرغم من موهبتها الكبيرة وتقديمها لعدد من الأعمال السينمائية والأغاني مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، إلا إنها محققتش الشهرة والنجومية اللي تستحقها. وتعرضت رجاء عبده لموقف محرج بسبب أشهر أغانيها البوسطجية اشتكوا، اللي حققت نجاح ضخم جدا في الأربعينات والخمسينات، ولكن بعد ثورة يوليو 1952 تم وقف إذاعة الأغنية من قبل الإذاعة المصرية، لأن بعض المسؤولين اعتبروها مسيئة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر اللي كان والده بيشتغل في مصلحة البريد، وكانت بعض الدول زي إسرائيل بتذيع الأغنية دي للسخرية منه. ولكن الحقيقة ان الرئيس عبد الناصر لما عرف موضوع منع الأغنية ضحك وقرر إعادة إذاعتها من جديد بشكل طبيعي. وكشفت رجاء عبده في حوار قديم ليها عام 1950 واقعة غريبة حصلت لها خانت فيها الأمانة، وكانت سبب في إعادة عقد لؤلؤ لصاحبته الإنجليزية. قالت رجاء عبده ان في يوم من الأيام وهي مازالت طالبة بالمدرسة جات ليها صديقة البيت وطلبت منها انها تحتفظ عندها بعقد من اللؤلؤ خاص باختها عايزه تخفيه عنها شويه عشان تغيظها. واوضحت رجاء عبده في الحوار انها اعجبت جدا بالعقد اللي كان شكله رائع الجمال وفخم، وسالت صاحبتها عن قيمته الماديه، فقالت لها انه ما يساويش اكتر من 10 صاغ. عدى كام اسبوع ورجاء شايله العقد معاها، وفي يوم كانت عايزه تشتري غويشه وكان سعرها 20 قرش وهي مش معاها الا 10 قروش بس، ففكرت انها تبيع عقد صاحبتها وتشتري الغويشة ويفضل المبلغ ده دين في رقبتها هتسدده لصاحبتها لما تيجي ليها فلوس. وفعلا اخدت العقد وراحت للسايغ وألحت عليه انه يشتري منها العقد، لكن هو كان رافض لانه مش بيشتري اي مصوغات قديمة. ولكن بعد إلحاح مستمر منها اخد العقد وبص فيه، وبعد كده خرج ورق من مكتبه وقعد يقرا فيه ويبص في العقد ويعيد الموضوع عدة مرات. وبعد كده سأل السايغ رجاء عبده جبتي العقد ده منين يا شاطرة؟ فردت عليه انها لقيته واقع في الشارع. والحقيقة ان الإجابة انقذتها من موقف وحش جدا كانت هتتعرض له، لان السايغ قال لها ان العقد ضايع من سائحة انجليزية والحكومة اصدرت منشور باوصافه لكل محلات الذهب، وان قيمته 1500 جنيه واللي هيعثر عليه ليه مكافأة 150 جنيه. وطلب السايغ من رجاء انها تجيب اي حد من والديها عشان يجوا معاه ويسلموا العقد وياخدوا المكافأة. وفعلا اقنعت رجاء والدها انها لقت العقد واقع في الشارع، وفعلا راح سلم العقد مع السايغ وخد نصف المكافأة 75 جنيه واداها 20 جنيه. وراحت رجاء عبده لصاحبتها وحكت لها القصة كاملة، وقالت انهم اشتروا حاجات كتير جدا بالفلوس دي من ملابس وذهب وادوات مدرسية، لدرجة انهم ما قدروش يخلصوها كلها في يوم واحد، ونص اليوم اللي بعده كملوا صرف الفلوس. تصدق دي؟